it's broke, like broken ground, right? Yes. Yes, that's right. Now here, Mr. Ibrahim. لسه اتكلمت معاكم الاسبوع اللي فات على تغير كوكب الارض اللي احنا بنعيش عليه، وازاي التلوث والزلازل والبراكين بتؤدي الى تغيرات على الكوكب بتاعنا، وده ممكن يؤدي الى موت الحيوانات او انقراضها، او ممكن الحيوانات تسيب البيئه اللي هي فيها وتروح مكان ثاني. صح كده؟ تموت. طيب كلام جميل. هعرض عليكم مجموعه صور وعايز كل واحد فيكم كده ايه يوقف ويقول لي الصوره دي تعبر عن ايه؟ اتفقنا دي؟ تمام؟ وتعرضها على زمايلك كلهم. تعالوا وقف هنا كده. ايوه. بصوا على الصوره اللي ماسكها زميلكم كده. بصوا بشكلها كويس. ها؟ طيب عايزين حد يعبر لنا على الصوره دي ويقول لنا دي؟ لا من غير صوت، لا يعمل دوشه في اليوم خالص. العسل اللي هناك دي انت اسمك ايه؟ لافا. كلام جميل. طيب الصورة دي عبارة عن ايه اصلا؟ صورة عبارة عن مية ايوه. بتنط. ماشي. حد عنده إجابة؟ مين عنده إجابة؟ نسمع طيب؟ هاني. عمر هاني. عمر هاني. ماشي عمر أحمد هاني. قول يا عمر. الصورة صورة إيه يا عمر؟ بتعبر عن إيه؟ يقول هو لا أقوى نزل كده غرق المكان. مية غرقت المكان. يعني احنا نقول مثلا ده فيضان؟ أيوه. ايوه. Can you tell me what is this building? What is this building? Do you know, Ahmed bin Nasser? Factory, yes, that's right. زميلتكم بتقول ما نفتحش الحنفيه ونسيبها مفتوحه عشان بعد كده هنحتاج ميه ومش هنلاقي ميه خالص. حد عنده حل تاني؟ ها؟ ما نستخدمش الميه كتير. كلام جميل. ها؟ قول انت. ها؟ أصلا ما نموتش الحيوانات من الأول. ما نموتش حيوانات من الاول، او نشوف ايه اللي بيموت الحيوانات وما نعملوش. ها؟ انت يا عسل. النور فاتح هيعمل حقيقة. لو سيبنا النور فاتح احنا مش قاعدين ممكن نعمل حاجه في الاخر. كلام جميل جدا. نسمع اخر اجابه طيب. ما نعملش يعني ما نعذبش الحيوانات، مثلا نخوفهم نجريهم. تمام. هنا كلام جميل جدا. طيب نسمع اخر اجابه. ما نسيبش الميه مفتوحه عشان ممكن تغير المكان. تمام. فهمنا. وزي ما قالت المس قبل كده ان الكوكب اللي احنا بنعيش عليه ربنا خلقه بنظام محدد، فاحنا لازم نحافظ على النظام ده علشان ما يحصلش عندنا تلوث وما يحصلش عندنا انقراض للحيوانات، او ان الحيوان يسيب البيئه اللي بيعيش فيها ويروح يشوف بيئه ثانيه. يبقى مين المفروض يحافظ على البيئه؟ احنا. مين يحافظ على البيئه؟